شمع، خليك ملموس. ماشي يا صاحبي، اعمل كده اعمل كده. ماشي ماشي. خلاص بقى عن الوقت. يا صاحبي النار هتمسك في البضاعة. نار؟ يا ساتر، نار ايه يا عم؟ نار ايه؟ يا ساتر. الو. على المقدم علاء البحيري. ايوه، مين معايا؟ انا ماهر عاشور. ايوه يا ماهر، ازيك؟ انت فين يا راجل؟ عايز اعرف انا مطلوب ليه بيه؟ شقتي اتفتشت ليه؟ وان كانت التهمه اللي هتقول انا ما اعرفش عنها حاجه وما تخصنيش. احنا ناس على فضل كريمه بيه، والدنيا دايسانا وربنا ما مستاهله دوستك. طب وينفع تكلمني وانت مختفي كده؟ مش الاصول برضو انك تيجي تقولي الكلمتين دول في محضر رسمي؟ اجي ازاي يا بيه وانا مش عارف حتى تهمتي ايه؟ انت كان ممكن تيجي لما كلمتك من تليفون سليمان. ساعتها انت ما كنتش متورط في حاجه. انا ما عرفتش انك عايزني غير دلوقتي يا بيه. ويا ريتني حتى عارف انت عايزني في ايه. في اللي خلاك تهرب تاني يوم ما بلغت عن وجيه. انا ما هربتش يا بيه. كل الحكايه ان مراتي كانت شغاله عنده وسابت الشغل، وانا يعني شغلانه التاكسي دي ما كانتش جايبه همها، فقلت لقط رزقي في حته تانيه. طب واللي جم وراك في اسكندريه وقطعوا لقمه عيشك وكمان خلوك تطفش من بيت خالتك، كانوا عايزين منك ايه؟ كانوا عايزين يأذوني يا بيه، عايزين ينتقموا من راجلهم، وانا كنت عارف اني هتأذي لما ابلغ، بس ده واجب بلدي عليا. وديك سيادتك رحت واتأكدت ان انا كلامي كان صح وان الحاجه عنده، تقوم سيادتك سايبه يمشي وماسك في اللي بلغ. يا ماهر، وجيه ما طلعش براءه لسه، ولو عايز تورطه بصحيح ارجع وسلمنا الحاجه اللي معاك. يا باشا انا لا معايا حاجه ولا معايا بقيتها. لا معاك يا ماهر، انا لو ما كنتش متاكد ان الحاجه دي معاك ما كنتش اتهمتك رسمي. طب ممكن اعرف يا بيه ايه اللي مخليك متأكد ان الحاجه دي معايا؟ اطمنت على قرايبك في المنيا لما رحت تعزي حد فيهم؟ كويسين يا بيه كلهم الحمد لله، واللي ملوش خير في اهله ملوش خير في حد. سيادتك بتسأل ليه؟ لقيت اللي انت عايزه هناك يا ماهر؟ يا بيه صلة الرحم بقت جريمة ولا ايه اليومين دول؟ انت حضرتك بتتهمني عشان كنت بزور قرايبي في البلد؟ ما تجيب من الاخر يا ماهر وتقول لي انت بتكلمني ليه؟ تعالى لي دغري. عايزك تعرف يا بيه ان ده تلفيق. التهمة دي ما تخصنيش، وغلطتي الوحيدة ان انا ما كنتش اعرف اللي هيحصل. مش هعرف ان مراتي هيتكتب عليها الخطر. اللي انت متهم فيه يا ماهر ما ينفعش يكون متلفق لك. لو عايز تعرف انت متهم في ايه تعالى واعرف بنفسك، ويكون في علمك الداخليه موزعه صورتك في كل حته في البلد، فانت جاي. انت بتدور في السكة الغلط يا بيه. الحاجة اللي حضرتك بتدور عليها دي هتلاقيها عند وجيه ولا عند صديقته ولا عند الناس اللي حواليه. يعني انت مش عارف انا بدور على ايه، لكن عارف هلاقيها مع مين؟ ما بالعقل يا بيه. تلاقي عند وجيه بيه وعند الناس اللي حواليه، ده عصابة كبيرة. يا علاء بيه قسما بالله الناس دي بتشتتك لحد ما يكتوا بالحاجة. الحاجه دي محدش يعرف يكت بيها، ولا انت ولا هم. يكون في علمك احنا دارسين الحاجه كويس وراصدينها، ولو نويت تبيع حته فيهم يا ماهر انا اللي هجيبك. يعني انت برضه بيه متأكد ومصر ان الحاجة معايا انا؟ انا نفسي اعرف دخلوها في دماغك ازاي، قول لي يمكن ترتاح وتريحني. بص يا ماهر، انا سبق وعرضت عليك الحمايه، انت دلوقتي موقفك اصعب ومع ذلك انا لسه عند وعدي. ظاهر ان انت مش هتصدقني يا بيه. عموما انا قلت لحضرتك دور عند الناس دول ومش هتخسر حاجه. يمكن تكتشف ان انا صح، يمكن تكتشف ان انا وطني. على السلامه يا بيه.